السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وازيكم؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وسلامة. ومعاكم أحمد عبد الغني، وميعادنا في رسالة جديدة من رسائل. في الحقيقة أنا ما كنتش محضر هقول إيه النهاردة خالص، ولا جاي على بالي إلا دلوقتي حالا. بيجيلي رسائل كتير جدا إن صعب التخطي، صعب التخطي كل اللي بنمر بيه من قسوة وحزن وألم. أنا عايز بس أقول لكم حاجة مهمة أوي عشان تقدر تعدي الموضوع ده. فرق كبير جدا بين واحد لسه متخرج ورايح يشتغل في مكان لأول مرة في مجاله، أو حتى في مجال تاني، فبيكون صعب جدا إن هو يتعامل مع المشاكل اللي بتقابله في الشغل. وفرق بين واحد بقاله 10 سنين، أو بقاله سنة أو 2 أو 3 أو 4 أو 5 سنين بيشتغل في شغلانة ويتعرض لمشاكل. كل ما السنين بتمر، كل ما هو قدرته على التعامل مع المشاكل اللي بيقابلها كل ما بتزيد، وكل ما بيعرف يتعامل كويس جدا. معنى كده انك انت كل ما بتخش جوه الحاجة وتتعرض لمواقف كتير جدا بتفهم حاجات كتير. وفهمك للوضع اللي موجود فيه، وفهمك لشغلك بيخليك تقدر تتأقلم وتتعامل بحرفية مع المشاكل اللي بتقابلها. نفس الوضع لحياتنا، كل ما بتخش فيها وكل ما بتزيد المشاكل فيها وكل ما تتعرض لحاجات، المفروض ان فكرك ووعيك ومخك ودماغك تقدر تتعامل بحرفية مع كل حاجة بتمر بيها. الموضوع مش بسهولة زي ما احنا بنتكلم، ولا زي ما كل الناس ممكن تتخيل. طبعا الأغلبية بيقولوا طبعا صعب، هو فعلا صعب، ولكن مع إدراكك وإنك أنت تفهم الموقف كويس جدا وتفهم اللي قدامك كويس جدا، هتقدر تتخطى وتقدر تتجنب كمان في المستقبل انك تقع في نفس المشكلة مع ناس تانية او حتى مع نفس الناس. ففهمك وادراكك وتجاربك هيخلوك تتخطى، ويخلوك تنسى، ويخلوك تتجنب بنسبة كبيرة تكرار اللي فات. ففكر كويس واتعلم كويس من اللي بتمر بيه، عشان لما توصل له تعرف تتعامل معاه، او تتجنب الوصول اليه مرة تانية او تالتة او رابعة، او حسب ما انت مريت بيه. واشوفكم في رسالة جديدة من رسالة احمد الغني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.